هلو ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. ويلكم باك تو ماي تشانل. فيديو النهارده هنعرف ازاي نعرف نوع بشرتنا، ودي حاجه مهمه جدا لاي حد على الكوكب كله لازم يكون عارفها، سواء ولد او بنت، لان لازم نعرف نوع بشرتنا عشان لو دخلنا اي صيدليه وحبينا ان احنا نجيب حاجه، الصيدلي اول حاجه هيسالها لك نوع بشرتك ايه. لو انت مش عارفه ممكن يديكي حاجه يا اما على الاقل مش هتعمل لك اي افكت، او مثلا مش هتديكي الحاجه اللي انت مستنياها، يا اما ممكن تضر بشرتك، تطلع لك حبوب، تطلع لك حبوب تحت الجلد، تبوظ لك اي حاجه. فلازم نعرف نوع بشرتنا. وانواع البشره اربعه، يا اما جافه، يا اما دهنيه، يا اما مختلطه يعني نصها جاف ونصها دهني، يا اما اخر حاجه العاديه، ودول الناس المحظوظه. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هتكلم عن اهميه ان انا اعرف نوع بشرتي ايه. لو انا مثلا هتكلم عن نفسي ان انا بشرتي جافه. بشرتي جافه دي يعني انا عايزه ارطبها جامد جدا، عشان هي بتبقى بتقشر كده، وببقى بحس ان انا لو ضحكت وشي هيقع، فبحتاج حاجات ترطيبها عالي جدا. لو انا مثلا رحت اشتريت حاجات المنتجات البشره الدهنيه اللي اساسا ترطيبها بيبقى قليل، يبقى انا كده استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه، لان انا عايزه حاجات ترطيبها عالي، فبالتالي دفعت فلوس على الارض. ولو انا مثلا العكس، بشرتي مثلا دهنيه ومثلا بيبقى فيها زيوت، بيبقى فيها مثلا دهون، بحتاج حاجات الترطيب بتاعها قليل. لو انا مثلا رحت اشتريت حاجات منتجات من هي بتاعه الجافه اللي ترطيبها بيكون عالي جدا، يبقى انا كده زودت الدهون وزودت الترطيب، وزودت مثلا ان انا قفلت المسام اكتر، فبالتالي هيطلع لي حبوب وحبوب تحت الجلد وبوظت الدنيا، فكده انا ضريت نفسي وبرده دفعت فلوس على الارض. فمهم جدا ان انا اعرف نوع بشرتي عشان اشتري حاجات اولا هستفاد منها، ثانيا ما تضرش بشرتي. طيب ازاي اعرف نوع بشرتي اذا كانت دهنيه او جافه او مختلطه او عاديه؟ بسهوله جدا ان انا مثلا هدخل اخد شاور او اغسل وشي وافضل قاعده في البيت لمده ساعه، طبعا ما اخرجش، ما تعرضش للشمس ولا اي حاجه، افضل قاعده في البيت بس. وبعد ساعه هشوف ايه هيظهر على وشي، وبناء عليه هحدد ايه نوع بشرتي. بعد ساعة بقى لو أنا جيت لمست وشي كده من ناحية القورة أو من ناحية الخدود، الدقن، المناخير، حسيت فيها كده إن هي عرقانة أو فيها زيوت أو فيها دهون، بس طبعا في كل وشي مش في حتت وحتت، لا في كل وشي، يبقى أنا كده بشرتي دهنية. طيب لو بعد ساعة أنا لقيت في جزء في وشي فيه دهون وجزء لا جاف، يعني مثلا لقيت خدودي جافة بس عندي مناخيري أو عند قورتي في دهون كده أو في مثلا زيوت، يبقى أنا كده بشرتي مختلطة. خصوصا المنطقه بتاعت حرف التي دي اللي بتكون فيها زيوت او دهون، ومنطقه اللي هي مثلا الخدود دي اللي بتكون جافه. لو انا لقيت نفسي كده بعد ساعه، يبقى انا كده بشرتي مختلطه. طيب بعد ساعة لو انا جيت بصيت على وشي وحسيت ان هو لا ما فيهوش مثلا لا لمعة ولا فيها دهون ولا فيها زيوت من كل حتة، من القورة، من المناخير، من الخدود، من الدقن، يبقى انا كده بشرتي جافة. البشرة دي برضو فيها حاجة كده تنحى جدا بجد، ان هي مثلا بتعمل قشرة كده مثلا من هنا ومن الخدود، بتبقى فعلا محتاجة ترطيب عالي جدا، لانك تحسي ان انت لو ضحكتي حرفيا وشك ممكن يقع. فالبشرة دي اللي بتبقى بالشكل ده بتبقى بشرة جافة. طيب بعد ساعة لو انا جيت بصيت على وشي ما لقيتش فيه لا دهون ولا زيوت ولا مثلا قشرة ولا اي حاجة خالص، يعني مثلا بصيت على القورة، على الخدود، على المناخير، لا في دهون لا في زيوت لا في قشرة، ولا مثلا ضحكت حسيت ان انا وشي عايز يقع ولا كل الحاجات دي، يبقى انا كده بشرتي عادية، ودول بجد اكتر ناس محظوظة. طيب في بعض الناس او تقريبا معظم الناس بشرتها بتختلف من فصل لفصل، يعني في الصيف بتلاقيهم حاجه وفي الشتاء بتلاقيهم حاجه. يعني مثلا انا عن نفسي ان انا في فصل الشتاء بتكون بشرتي جافه جافه، بتبقى يعني بجد لدرجه ان انا بحس ان انا لو ضحكت فعلا وشي ممكن يقع من كتر ما هو مشدود وبيحتاج ترطيب عالي جدا جدا جدا. طيب في الصيف لا، بحس ان هي مختلطه، يعني مثلا تيجي منطقه التي زون دي بحسها ان هي مدهننه كده او فيها زيوت، على عكس باقي وشي بحس ان هو جاف. فبالتالي الحاجات اللي انا بستخدمها في الشتاء بيكون ترطيبها اعلى بكتير جدا من الحاجات اللي انا بستخدمها في الصيف. ومعظم تقريبا الناس كلها كده، فلازم يشوفوا بشرتهم ايه في الصيف وبشرتهم ايه في الشتاء عشان يستخدموا المنتجات الصح لكل فصل. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الترتيب الصح اللي احنا بنحطه على وشنا بالنسبه للسكين كير روتين بتاعنا، من اول بقى السان سكرين للغسول للسيرم للمرطب، والحاجات اللي هي بتبقى قبل ال20 سنه، وحاجات في العشرينات، وحاجات بعد ال30. وبجد بجد الحاجات دي مهمه جدا، وفعلا بيظهر الافكت بتاعها بعديها بفتره قليله، وبقى الافكت بتاعها الكبير بقى بيظهر واحنا بنكبر في السن.
وبس كده، لحد هنا خلص فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، لحد ما اشوفكم الفيديو الجاي. يكونوا بخير والى اللقاء.